تعالوا نعمل حاجة حلوة سريعة واقتصادية ومش مكلفة خالص، وكمان كل حاجتها عندك في البيت. كل اللي هتحتاجيه من بره نص كيلو دقيق سمين. تمام كده؟ تمام كده. يلا بينا. معايا هنا كوبايه الا ربع من السكر، وكوبايه قد ايه 150 جرام اللي هي انت بتشربي بيها الشاي العاديه. تمام، اللي مش كبيره، يعني كوبايه الا ربع، يعني حوالي 120 جرام من السكر. هحطهم يكرملوا بس مش قوي، يعني يفكوا كده ويكرملوا عشان ما يدونيش طعم الحروقه. معايا نص كيلو من صميت البسبوسه، دي الصميت بتاع البسبوسه. هحط عليه رشه بسيطه من الفانيليا ورشه بسيطه من الملح ومعلقه، دي اختياري، لبن بودر. تمام كده. وهحط ربع معلقه بيكنج باودر بس كده، وهركنهم ربع معلقه صغيره. ما تكتريش البيكنج باودر عشان هي اصلا المفروض تتعمل من غير بيكنج باودر، في ناس بتعملها، بس انا بحط حاجه بسيطه بس، يعني تديها هي كده كده مش لازم ان هي تبقى هشه. البسبوسه ما بتبقاش هشه، بس عشان ما تبقاش مكتومه. تمام. السكر اهو بدا يسيح حاجه بسيطه. انا هعلق عليه تاني، بس هحط له حوالي معلقتين كبار ميه عشان ما يتلسعش منك. بصي، عشان ما يسودش ولا يتحرق منك للبنوتات اللي لسه بتشوفني، مش يعني عشان ما يتحرقش منها. انا مش عايزاه ياخد طعم السكر المحروق. تمام. معايا هنا كزرونه هحط فيها كوبايتين سكر، نفس الكوبايه اللي هي 150 جرام. هحط كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين ميه، عليهم رشه فانيليا، عليهم رشه بسيطه على طرف المعلقه ملح ليمون. تمام. انا عشان اسهل الدنيا وما تاخدش معايا وقت حطيت ميه سخنه مغليه من الكاتل عشان ما تاخدش معايا وقت على النار. هعلق عليهم كل السكر يدوب، رشه بسيطه من الفانيليا، وعلى طرف المعلقه ملح ليمون. ممكن تستبدليه بنص ليمونه وتحطي في قلبها نص الليمونه، ترميها في قلب السيرب ده. هنا كان السكر ده معايا وبكرمل بالشكل ده. تمام. هحط عليه برضو ميه سخنه كوبايه الا ربع، قد مقدار السكر ميه. تمام كده. كل حاجتها عندك، مفيش بيت مفيهوش سكر، مفيش بيت مفيهوش معلقه ونص سمنه. تمام. كل اللي هنحتاجه من بره نص كيلو دقيق سمين ب 17 جنيه تقريبا او 18، مش مكمل 18 جنيه. هحط هنا معلقه ونص كبيره مليانه سمنه بلدي، اللي سبق واعلنت لكم عنها، يعني خطيره في الحلويات وتحفه. انا هنا حطيت سمنه بلدي بيضه، وهحط معلقتين زيت كبار. تقدري ما تحطهمش، تحطي بدالهم معلقه سمنه. تمام. انا حطيت الزيت مع السمنه، بيدي ميكس حلو قوي مع معلقه اللبن البودر اللي حطيته على الخليط. هدهن الصينيه بربع معلقه سمنه بس، مش هحط لا طحينه ولا اي حاجه، هي ربع معلقه سمنه كده هدهن الصينيه بيها. صينيه مقاس 30 وبس. طيب، تقدري تستبدلي معلقه اللبن البودر، مش عايزه تحطيها، ما عندكيش ما تحطهاش. تقدري تستبدليها بعلبه زبادي صغيره، تقدري تستبدليها بكوبايه لبن. ولو اني انا مش بحبذ اللبن بيكتم المعجنات يا جماعه، اللي عايز يحط لبن بودر. الخليط بقى التركه المهمه قوي قوي، واوعي تنسيها، لازم الخليط كرمله السكر مع الميه مع كل ده لازم يبرد خالص، يعني يكون فاتر كده عشان احطه على دقيق السمين. اوعي تحطيه سخن، لو حطيتيه سخن تبقى الوصفه باظت، تبقى يعني ضمنتلك بسبوسه بايظه فاشله. تمام. هنا يا دوبك هقلبه حاجه بسيطه، انا مش هقلب كتير في البسبوسه ما بتتقلبش، عجين البسبوسه ما بيتقلبش كتير. قلبه حاجه بسيطه بحيث المكونات كلها تتمازج مع بعضها كده، يعني تندمج مع بعضها. وهجيب صينيه افردهم فيها.
تمام كده. هي البسبوسه مش بتبقى عجينه سايله، لا بتبقى مفروله كده وزي الرمل كده، تبدي بس طريه، مش صعبه الفرد. انت ممكن تفرديها بمعلقه باي حاجه عندك، او تعملي زي كده ما هعمل. هجيب كيس بتاع تلاجة، هفرده، هقطعه وافرده عليها، وابتدي ايه افردها كويس في قلب الصينيه. هي طريه ومش هتاخد وقت معاكي خالص، بس انا بقولك عشان تساوي السطح كله في بعضه، تبقى ميه واحده، تبقى حاجه واحده، مفيش حته نازله وحته طالعه. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسنيش لايك، متابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. تمام. صينيه البسبوسه هي جهزت معايا. اديها ضربتين كده على الرخامه، حطيها في الفرن بدرجه حراره 180، الرف الوسطاني على حسب برضو درجه حراره فرنك. رف الوسطاني. اول ما تطلع انا السكر داب، السيرب بتاع البسبوسه خفيف. سامعه التشه دي اهي؟ سمعتي التشه دي وشربت، بسبوسه ناجحه. ما سمعتيش الدشه دي ولقيتيها مكتومه وما بتشربش السيرب، طبعا السيرب هنا جه زياده شويه، بس انا حطيته لان احنا بنحبها طريه. انت عايزاها مقرمشه شويه، تقدري تقلي السيرب. انا عامله خفيف يعني، يا دوبك السكر خد كام غلوه داب وقفلت عليه. تقدري تتقليه عشان تبقى ناشفه، تقدري تفتحي اللون شويه. انا حمرتها شويه يعني، سويتها سبتها تستوي باللون ده، تقدري تطلعيها قبل شويه. بتاخد قد ايه في الفرن؟ بتاخد معاكي 25 دقيقه. تفتحي هتلاقي الحروف احمرت. الرف الوسطاني بتفتحي الشوايه عليها. انا بسوي طبعا هي سخنه دلوقتي اهي، كل ما تقعد هتتماسك، بس انا عشان التصوير. بصي بقى الكرمله بتاعت السكر مديالها لون وطعم حكايه، هوريها لك دلوقتي. تقدري تخففي لو مش عايزه، حاسه ان السيرب ده كتير عليها، كوبايه ونص سكر بدل كوبايتين، واديهم كوبايه ونص ميه. عايزاها تبقى ناشفه، تقدري تقلي كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه، عشان ما تبقاش سايبه يعني، تبقى جامده ناشفه. دي في ايديكي تتقيل السيرب بتاعها او لا. شايفين الجمال؟ دي بسبوسه طريه ومسقيه، كل ما تحط لها شربات بصي هتشرب. ما فيهاش حته محجره، كرمله السكر واللون بتاعها خطير. تمام. بصي يعني من كل الجهات وكل النواحي هي تحفه. عايزه تقرمشيها زي ما قلت لك، تقدري تعملي السكر. بصي البسبوسه الناجحه بتبقى مسقيه وباينه من تحت، دي بسبوسه المحلات. بس ما بيحطولهاش لا لبن بودر ولا زبادي، هي بسبوسه المحلات ميه. طبعا احنا حاطين زبده، تقدري تحطي اي نوع سمنه انت بتستعمليه. احنا حاطين سمنه بلدي اللي هي المعلقه ونص. اتمنى تكون الوصفه نالت اعجاب حضراتكم والفيديو عجبكم. اشوفكم بالف خير وسعاده.